Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Ayuni Hadikah binti Ranizah. في هذا اليوم سوف أتكلم عن شروط المعجم. أن يكون شروط المعجم 10. أولا وهي الدقة العلمية. يجب أن يتم التأكد من صحة البيانات والنتائج قبل نشرها وخالية من الأخطاء. يجب أيضا أن يعتمد هذا المعجم على مصادر موثوقة مثل الكتب الموثوقة في اللغة والدراسة الأكاديمية. ثم ثانيا وهو الشمولية. تغطية شاملة للمفردات تشمل أكبر عدد ممكن من الكلمات سواء كانت قديمة أو جديدة، سواء كانت لغة عامية أو لغة فصيحة. ثم التنوع في مجالات مثل يشمل مصطلحات من مجالات مختلفة، يعني مثل الأدب، التكنولوجيا، العلوم وغيرها. طيب، ثالثا وهي المنظومة والقوانين. يجب ترتيب الكلمات بطريقة يسهل الوصول إليها، إما بترتيب أبجديا أو وفقا للجذر كما عرفنا في المعجم العربية، وفقا للترتيب المنظومي. ثم يجب أن يحتوي على فهارس تسهل فهارس للجذر بفهرس جيدا ورائع في المعجم. طيب، ثم رابعا وهو هذا المعجم مستخدمة لوضوح وسهولة كما عرفنا في التعريف واضحة. يجب أن تكون مكتوبة في اللغة بسيطة ومفهومة للقارئ. وعلى سبيل المثال في كل كلمة يستطيع في جملة كاملة للتوافق مع العصر. في المعاجم العربية ليس فقط كلمات، بل هناك أيضا سطور لتسهيل القراءة لتوضيح النطق الصحيح. طيب، ثم خامسا ليكون أن المعجم يتم تحديث المعجم بشكل دوري لإضافة إلى كلمة جديدة التي تظهر في اللغة وفقا لتدفق الزمن. أن يشمل مصطلحات حديثة ومستحدثة خصوصا في مجالات التكنولوجيا والعلوم وفقا التكيف مع العصر. طيب، سادسا اهتماما بالجوانب الصوتية والنحوية، يعني يجب أن توضح الحركة وموقع النبر في المعاجم العربية. وعلى سبيل المثال يجب أن نشرح كل كلمة بحسب الحركات، يعني مثل الفتحة، الكسرة، الضمة والشدة، لأن في اللغة العربية رغم أن الكلمات متشابهة إلا أن الصفوف مختلفة وبالتالي المعنى أيضا مختلف. طيب، شروط معجم سابعا وهو المراجع والاستشهاد. في المعجم يبحث عن مصادر مرجعية باستخدام القاموس للحصول على معنى جديدة أو قديمة. طيب، مثالا اذكر أن الكلمة قديمة يساعد الناس على البحث عن الكلمات في المعجم للرجوع إليها. إنه يسهل علينا البحث عن المعلومات بتوفير مصادر المرجعية. ثامنا وهو توضيح الفروق اللهجية، كمثال الكلمة كتاب، يعني مثلا في تركي يعني كتاب، شيء آخر كتاب. وكلمة كتاب في أوزبكستان يعني شيء آخر، يعني كتاب. حسب اللهجة كل بلد مميزا. المعجم العربية أيضا يمكن أن يشمل المعجم المصطلحات عامية مع توضيح أنها ليست فصحى. طيب، الآن شروط المعجم تاسعا، يعني يجب أن يستخدم الفن جميل وواضح في العصر الحديث، لأن
الخط واضحا وسهل للقراءة. يجب أن يكون التنسيق المعجم المنظم مع استخدام ألوان مرتبة أو خطوط مختلفة بين الأقسام. وعلى سبيل المثال في كلمة تعريف يعني اللون الأحمر، والأمثلة اللون أبيض. مثالا في الباب الأول، في الباب الألف اللون أبيض. طيب، وأخيرا في العصر الحديث مهم كي المعجم في النسخ الإلكترونية وتسهل البحث والوصول إلى المعلومات. وعلى سبيل المثال يبحث عن المعلومة في الإنترنت كالمعجم رقميا. يعني في هذا العصر الحديث كل كلمة يبحث في المعجم رقميا. إذا كان مستخدم سهلة يبحث عن المعلومات بسيطة في العصر الحديث، يجب علينا أن يعرف هذه الشروط المعجم في حياتنا لسهولة يبحث عن المعلومات. طيب، هذا فقط مني، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.